اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، فيديو البهجه، فيديو الفرحه، فيديو السعاده، فيديو فرش المطبخ بزينه رمضان. ان شاء الله كده الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وتستمتعوا معايا بيه. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي اللايك من ايديك الحلوه، ولو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله وندخل على الفيديو القمر ده، فيديو الفرحه، فيديو البهجه، فيديو السعاده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في احسن حال واتم صحه يا رب. حاولت كده اعمل حاجه بسيطه تديني فرحه كده وبهجه في المطبخ. فاول حاجه بدات بيها هي الرخامه الكبيره اللي هي بتاعه الحوض دي. غلفتها كده او فرشتها بالاستيكر اللي هو عليه اشكال رمضان الجميله دي. مبهج جدا جدا بصراحه، انا فرحانه بيه قوي. طبعا هو ما كانش عريض كده، والعرض بتاعه كان 45 سنتي. انا لزقت على قد ال 45 سنتي، وبعد كده قطعت جزء تاني وكملت الرخامه بحيث ان انا اغلفها كلها. شكلها حلو جدا، عشان كده في التصوير لما نعمل بقى مع بعض فطار او سحور او كده او حلويات يبقى شكلها حلو كده في التصوير. كمان كان عندي الطابلو ده اللي مكتوب عليه رمضان كريم. طبعا هو كان عندي تقريبا من حوالي سنتين كده، يعني ده تالت رمضان هو عندي. لكن انا ما كنتش حطيته السنه اللي فاتت، حطيته بقى السنه دي كده. بصراحه شكله حلو جدا. حطيت بقى الفانوس الخشب الصغير ده، وهنا بقى عربيه الفول دي اللي انا بعشقها بحبها جدا جدا. ما باقدرش بصراحة ما باحطهاش، كل سنة كده لازم تبقى معايا. كمان مديّة شكل حلو، وعليهم كده حطيت حبل النور كده يدّي لهم برضه كده لمسة جمالية كده حلوة، وبتدّي بصراحة يعني إحساس كده بفرحة رمضان وبهجة رمضان، وأنتِ واقفة كده بتعملي بقى الفطار أو السحور أو كده، بتبقى حلوة أوي. تعالوا كمان الفكرة الحلوة دي جدًا اللي أنا عايزة أقول لكم عليها. زي ما أنتم شايفين كده دي أذكار الصباح والمساء. أنا حبيت إن أنا ألزقها عندي هنا كده في المكان ده، لإن ده أكتر مكان باكون واقفة فيه بقى وأنا باعمل مثلًا الأكل، سواء بقى هنعمل مع بعض فطار، هنعمل مع بعض سحور، فدايمًا تبقى الأذكار كده في وشي عشان ما أغفلش عنها وما انساهاش، فدايمًا أرددها. طب أنا عملتها إزاي دي؟ أنا ما اشتريتهاش جاهزة يعني، أنا فضلت أدوّر يعني في أكتر من مكتبة إن أنا ألاقي مثلًا الأذكار مطبوعة كده أو sticker أو أي حاجة ألزقها قدامي، فبصراحة ما لقيتش خالص. أو لو لقيت بتلاقي بقى اللي هي تكون صغيرة كده والكتابة بتاعتها صغيرة جدًا. فأنا رُحت عاملة إيه، رُحت منزّلة صورة للأذكار من على جوجل ونزلت طبعتها في المكتبة، ما كلفتنيش أكتر من 3 جنيه. وبعد كده أنا قصيتها بقى وفرّغتها بالشكل ده ولزقتها قدامي، بحيث إن أنا طول ما أنا واقفة في المطبخ أردد بقى الأذكار. طبعًا كلنا بنقضّي وقت كبير جدًا في المطبخ خصوصًا في رمضان، فواحنا واقفين نستفيد من وقتنا في حاجة حلوة، إن إحنا طبعًا نردد الأذكار وناخد عليها ثواب. هنا كمان في المكان ده غسلت طبعًا كل حاجة، برطمانات التوابل كلها غسلتها. ولزقت عليها كمان الsticker اللي أنا كنت شارياه معاكم، بس بصراحة ما طلعش حلو، ما كانش أحسن حاجة. هو لزق على البرطمانات الإزاز اللي تحت دي، لكن بالنسبة للبرطمانات البلاستيك دي ما رضاش يلزق عليها نهائي. الsticker اللي كان عندي قبل كده كان لزق عليها وكان جميل جدًا وفضل سنة كاملة مع الغسيل ومع كل حاجة وما كانش بيُقع. أمّا ده ما عجبنيش بصراحة خالص. هنا فوق كنتم متعودين طبعًا إن أنا باحط إزازة الخل بقى والزيت والكلام ده، شِلتهم وحطيت مكانهم بقى السكر والشاي والملح، علشان طبعًا الرف اللي هو الخشب ده اللي أنا كنت باحط عليه الكلام ده، أنا شِلته بس بشكل مؤقت عشان خاطر رمضان، عشان إن أنا أحط مكانه الزينة وكده اللي أنا عملتها دي. فهنا كده حطيت الزيت والخل في الضرفة دي كده بشكل مؤقت بس خلال شهر رمضان، وبإذن الله بعد رمضان هاشيلهم وهارجّع بقى كل حاجة زي ما كانت في الأول. بس حبيت المطبخ يبقى له كده طعم أو نكهة كده مخصصة بس لشهر رمضان. طبعًا برضه دولاب المطبخ غسلاه من فوق ومن تحت ومرتبة كل حاجة فيه. حاولت إن أنا أرتّب الحاجة على حسب استخدامي، يعني الحاجة اللي أنا استخدامي فيها أخلّيها قريّبة لإيدي من تحت كده، والحاجة اللي الاستهلاك عليها مش يومي مخلّياها فوق. هنا كده حاطة الأجهزة الكهربائية بقى بتاعتي، الخلاط، الكبة، الساندوتش ميكر، وفوق حطيت جهاز الزبادي، حطيته فوق لإن أنا من وقت ما جِبت فخار الزبادي ما بقيتش أستخدمه زي الأول. أغلب الوقت باعمل الزبادي في الفخار وكده، فشيلته كده فوق. أحيانًا برضه باعمل فيه عشان ما أركنوش. وهنا دي الضرفة بتاعة الخزين على وضعها زي ما انتم عارفينها، بس طبعا شلت كل حاجة وغسلت البرطمانات كلها ورتبتها بقى كده بالشكل ده في المنظمات. وهنا في الجنب ده حاطه تحت في المنظم ده شوية كده الأطباق والكوبايات اللي أنا بستهلكها بس برضو مش دايما. وفوق حاطه كده كل المنظفات بعيد بقى عن ايدين الولاد وكده، علشان طبعا تحت الحوض بيبقى بقى زي ما انتم عارفين تحت الحوض عندي يلم بقى كل حاجه، الحلل بتاعتي والبلاستيكات وكل حاجه، لان انا ما عنديش غير القطعتين دول بس في المطبخ. فتحت الحوض بقى لما حاجتي كلها. هنا برضو البوتاجاز غسلته من بره ومن جوه كويس جدا، وغيرت اللي هو الورق الفويل اللي هو بتاع
الغطا بتاع البوتاجاز ده، وحطيت عليه التابلو اللي عليه فوانيس ده، شكله تحفه بصراحه، مدي بهجه حلوه جدا جدا كده على البوتاجاز. هنا بقى الصينيه دي عايزه اقول لكم في قلبي في قلبي كده، انا حباها وفرحانه بيها ما تتخيلوش ازاي. عليها بقى الدرق اللي اشتريته معاكم بقى الجديد، والكوبايات بقى اللي عليها اشكال رمضان. حاسه كده انها مبهجه جدا جدا، شكلها حلو، والصينيه دي هيكون مكانها كده طول شهر رمضان باذن الله. هتبقى مكانها بالطريقه دي كده. طبعا كل يوم بقى هنعمل عصير وكده، فتبقى جنب ايدي زي ما انتم شايفين كده. هنا برضو الرخام الصغيره غلفتها برضو. وحطيت بقى الطابلو اللي هو رمضان احلى في اللمه ده، برضو كان عندي من السنه اللي فاتت. انا ما اشتريتش السنه دي اي حاجه للزينه اكتر من اللي هو الطابلو اللي على البوتاجاز، والرول اللي هو بتاع رسومات رمضان ده. وهنا بقى الراديو اللي انا عايزه اقول لكم فرحانه بيه فرحه والله العظيم ما شاء الله، من ساعه ما جبت وانا مشغلاه معايا هنا في المطبخ، مسليني جدا جدا. وبسمع عليه بقى القران، وبستفيد بقى من البرامج اللي بتيجي على اذاعه القران الكريم، فحلو قوي بصراحه، جميل جدا جدا جدا. بنصح اللي ما عندوش راديو الحق يشتري لك واحد كده قبل رمضان، حلو قوي. هنا برضو على الانبوبه حطيت مفرش الخياميه ده، والفانوس ده كان عندي برضو من قبل كده. وحطيت بقى شمع من اللي هو الصغير ده، برضو يدي كده اضاءة حلوة. وطبعا هنا بقى التمرية برضو دي حطيت فيها التمر كده، ده برضو هيفضل مكانها، وفيها التمر دايما كده. ووقت الفطار هنخرج بقى التمرية دي بقى نحطها جنب الاكل، اللي حابب يعني ان هو يفطر على تمر بدل العصير وكده. بس المطبخ بالنسبه لي ما شاء الله نضيف، منضفاه كله يعني من فوق لتحته، عامله لها فيه تنظيف عميق، بحيث ان هو كده الواحد واقف يطبخ كده في رمضان تبقى نفسه مفتوحه على الشغل. ما حاولتش يعني، او حاولت السنه دي ان انا اعمل حاجه بسيطه قدر الامكان، ما كترتش في الزينه خالص، عامله حاجه بسيطه كده علشان ابقى واقفه كده مرتاحه في المطبخ، مبقاش حاسه ان الدنيا زحمه حواليا. وهنا بالنسبه للتربو برضو غسلته زي ما انتم شايفين كده، ما فيش فيه اكتر من البصل لان انا لسه ما اشتريتش بطاطس. وفوق كده منه حطيت برضو حته كده من الاستيكر برضو بتاع رمضان ده. وهنا في فرش الارض، الفرشه كان لسه يعني محتاجه ان هي تتغسل وكده، فحطيت المشيه دي مؤقتا بس على ما الفرشه تتغسل وارجعها تاني. يا رب كده بقى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، حبيت ان هو يكون فيديو خفيف وسريع كده، وممكن حد يطلع منه بفكره او حاجه. كل سنه وانتم طيبين ودايما في احسن حال يا رب. طبعا ما تنسوش تحطوا لي اللايك.